ونستعينه ونستهديه ونسترضيه ونتوب إلى الله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. نتوب إلى الله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. نتوب إلى الله جميعا من سيئات أعمالنا ومن ذنوبنا، ونرجو الله العظيم أن يغفر لنا ولآبائنا ولأمهاتنا ولأزواجنا ولكل من له حق علينا. آمين آمين يا رب العالمين. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك ولا شبيه ولا مثيل له، سبحانه وتعالى من إله جلت قدرته عظمت مشيئته، تبارك اسمه وعلى شأنه، وارتفع مكانه فلا تدركه الأبصار، وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير، سبحانه وتعالى من إله يعلم مكاييل البحار، ويعلم عدد قطر الأمطار، ويعلم مصاقيل الجبال، ويعلم عدد حبات الرمال، ويعلم عدد ورق الأشجار، ويعلم بقدرته عدد ما طلع عليه النهار أو أظلم عليه الليل، سبحانه وتعالى علام للغيوب ستار للعيوب، عنده علم الساعة وينزل الغيث، ويعلم ما في الأرحام، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت، إن الله عليم خبير. أتى النبي صلى الله عليه وسلم حبرا من أحبار اليهود، عالم من علماء اليهود، وقال: يا محمد صلى الله عليه وسلم، مكتوب عندنا في التوراة أن الله تبارك وتعالى يجعل السماوات السبع على إصبع، ويجعل الأراضين على إصبع، ويجعل الماء والثرى على إصبع، ويجعل الشجر على إصبع، وباقي الخلائق على إصبع، ثم يهزهن المولى تبارك وتعالى ويقول: أنا الملك. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه تصديقا لقول الحق، ثم تلا قول الله تعالى: وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه، سبحانه وتعالى عما يصفون. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي يرويه عن ربه، يقول المولى تبارك وتعالى: كذبني ابن آدم وهو لا يدري. المولى تبارك وتعالى يقول: كذبني ابن آدم وهو لا يدري، وشتمني ابن آدم وهو لا يدري. يقول الخالق سبحانه وتعالى، يقول: كذبني ابن آدم وهو لا يدري، وشتمني ابن آدم وهو لا يدري، فأما تكذيبه لي قال أني لن أعيده كما خلقته أول مرة، وليس أول الخلق بأهون علي من إعادته. وأما شتمه إياي كذبني ابن آدم بأنه قال أنني لن أعيده كما خلقته أول مرة، وليس أول الخلق بأهون علي من إعادته. وأما شتمه إياي بأنه قال اتخذ الله ولدا، وأنا الله الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. ونشهد أن محمدا عبد الله ورسوله، ونشهد جميعا بأن محمد عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه. نشهد أنه بلغ الرسالة صلى الله عليه وسلم، وأدى الأمانة، ونصح للأمة، وكشف الله به تعالى الغمة، وجاهد في سبيل دينه وربه حتى أتاه اليقين. فاللهم صل وسلم وبارك عليه في الأولين، وصل اللهم وسلم وبارك عليه في الآخرين، وصل اللهم وسلم وبارك عليه في كل وقت وحين. نبي الأمي صلى الله عليه وسلم، لا يقرأ النبي صلى الله عليه وسلم ولا يكتب، ولكن بأميته علم المتعلمين،
وقال سفينة العالم الحائرة في خضم الأمواج من شاطئ المحيط إلى شاطئ الله رب العالمين. صدق ربنا في قوله: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. بكى النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم، فقال المولى تبارك وتعالى: يا جبريل أنزل واسأل محمد ما يبكيه وهو أعلم به. فنزل جبريل وسأل النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا محمد ما يبكيه؟ قال: أمتي أمتي يا جبريل. فصعد جبريل إلى المولى تبارك وتعالى وقال: يا رب وأنت أعلم بحاله، يقول: أمتي أمتي. فقال المولى تبارك وتعالى: أنزل يا جبريل وأبلغ محمد مني السلام وأخبره بأننا سنرضيه في أمته ولا نسيئه. هذا هو النبي صلى الله عليه وسلم. وارض اللهم عن الصحابة أجمعين، أبا بكر وعمر وعثمان وعلي وطلحة بن عبيد الله وصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول المعصوم صلى الله عليه وسلم: خير القرون قرني. يقول النبي صلى الله عليه وسلم، إما تسمع يقول النبي صلى الله عليه وسلم أصغ السمع وانتبه، لأن هذا هو النبي صلى الله عليه وسلم الذي لا ينطق عن هوى، إن هو إلا وحي يوحى، علمه شديد القوى. النبي صلى الله عليه وسلم كان معلمه جبريل شديد القوى، والمعلم الأكبر هو الله للنبي صلى الله عليه وسلم. فكان صلى الله عليه وسلم لا ينطق عن هوى ولكن ينطق بوحي أتى به جبريل إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فكان صلى الله عليه وسلم لا ينطق عن هوى. يقول المعصوم صلى الله عليه وسلم: خير القرون قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، أي أن خير الناس بعد النبي صلى الله عليه وسلم هم صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، والتابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. ثم أما بعد، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن خير الأعمال، فقال صلى الله عليه وسلم: الصلاة لوقتها. سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن أي الأعمال خير، قال صلى الله عليه وسلم: الصلاة لوقتها، وبر الوالدين والجهاد في سبيل الله. اسمعوا، صلى على النبي صلى الله عليه وسلم. سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن أي الأعمال خير، قال صلى الله عليه وسلم: الصلاة لوقتها، وبر الوالدين والجهاد في سبيل الله. وتوقفنا في الخطب السابقة إلى فضل الصلاة في الإسلام. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: من أحب الله فليحبني، ومن أحبني فليحب أهل بيتي، ومن أحب أهل بيتي فليحب المساجد. ميمون أهلها، مبارك رجالها، هم في صلاتهم والله في حوائجهم. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: أول ما يرفع عن أمتي الخشوع في الصلاة. أول شيء يترفع من أمة النبي صلى الله عليه وسلم الخشوع في الصلاة. يقول صلى الله عليه وسلم: أول ما يرفع عن أمة الخشوع في الصلاة. اسمعوا، صلى على النبي صلى الله عليه وسلم. ننتقل في هذا اليوم إلى بر الوالدين. ندعو الله العظيم رب العرش العظيم أن يرزقنا وإياكم الطاعة الخالصة لله، وأن يرزقنا رضاه والجنة، وأن يرزقنا برنا للوالدين، وأن يرزقنا الله رضاهم ودعائهم الخالص لنا لله سبحانه وتعالى. يقول النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل أي الأعمال خير، قال النبي صلى الله عليه وسلم: الصلاة لوقتها، وبر الوالدين، والجهاد في سبيل الله. فعن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت: قال صلى الله عليه وسلم: دخلت الجنة في الإسراء والمعراج. دخل النبي صلى الله عليه وسلم في المعراج الجنة، فسمع صوتا يقرأ القرآن، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم: لمن هذا الصوت؟
فقيل للنبي صلى الله عليه وسلم أنه صوت الحارثة بن النعمان، صوت الحارثة بن النعمان، وهو صحابي من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. فقال صلى الله عليه وسلم: كذلكم البر. لما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأن ذاك الصوت الذي يقرأ القرآن في الجنة، قال صلى الله عليه وسلم: كذلكم البر، كذلكم البر، كذلكم البر. وكان النعمان بن حارثة أبر الناس بأمه. قال صلى الله لما أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل يسأله الجهاد في سبيل الله، راجل جه للنبي صلى الله عليه وسلم يسأله الجهاد في سبيل الله، الخروج في سبيل الله. قال: أحي والداه؟ قال: كلاهما. قال: الاثنين. قال: كلاهما. الراجل قال للنبي صلى الله عليه وسلم لما سأله، واحد جاي يسأل النبي صلى الله عليه وسلم الخروج في سبيل الله، يجاهد في سبيل الله، فسأله النبي صلى الله عليه وسلم: أحي والداه؟ قال: كلاهما. الراجل قال للنبي صلى الله عليه وسلم: كلاهما. قال: ارجع إليهما فاحسن صحبتهما، ارجع إليهما فاحسن صحبتهما تعادل الجهاد في سبيل الله، بل أفضل من الجهاد في سبيل الله. في رواية مسلم يقول الرجل: قال: كلاهما وتركتهما يبكيان. الراجل قال الاثنين موجودين، ولما عرفوا انني خارج وجاهد في سبيل الله وجاهد واسيبهم ظل يبكيان. قال: كلاهما. في رواية مسلم قال: كلاهما وتركتهما يبكيان. قال المعصوم صلى الله عليه وسلم: ارجع إليهما، ارجع إليهما فأضحكهما كما أبكيتهما، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: يا عمر، إن أتاك رجل يدعى أويس بن عامر في أمداد أهل اليمن، في أمداد أهل اليمن، يأتي إليكم رجل اسمه الأويس بن عامر. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لعمر بن الخطاب رضي الله عنه: يأتي إليكم في أمداد أهل اليمن الأويس بن عامر، رجل به برص، كان به برص فشفاه الله إلا موضع درهم. النبي صلى الله عليه وسلم لم يرى الأويس، لم يرى النبي صلى الله عليه وسلم الأويس، ولكن أخبره المولى تبارك وتعالى عنه. فقال صلى الله عليه وسلم: يأتي في إمداد أهل اليمن الأويس بن عامر، كان به برص فشفاه الله إلا موضع درهم، شفاه الله إلا موضع درهم. هو من مراد ثم من قرن، بلدين، كان بلد اسمه مراد وبلد اسمه قرن، من مراد ثم من قرن، كان به برص فشفاه الله إلا موضع درهم. له أم هو بار بها، له أم هو بار بها، لو أقسم على الله لأبره، لو أقسم. مين اللي بيخبر بالكلام ده يا جماعة؟ النبي صلى الله عليه وسلم. يخبر مين؟ أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه، يقول له عن الأويس النبي صلى الله عليه وسلم: لو أقسم. مين اللي لو أقسم؟ الأويس بن عامر من بر الأم، من بره بأمه، لو أقسم على الله لأبره. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: يا عمر، إن استطعت أن يستغفر لك فافعل، فإن له أم هو بر بها، لو أقسم على الله لأبره. يظل سيدنا عمر كل سنة في سنوات الحج في عهد النبي صلى الله عليه وسلم يسأل في الناس اللي جاء من أهل اليمن: هل فيكم أويس بن عامر؟ فلا يجد. في عهد ومضى النبي صلى الله عليه وسلم ومات صلى الله عليه وسلم، ويأتي أبو بكر الصديق ويسأل عمر وهو من المبشرين بالجنة. عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان يمشي على الأرض، وإحدى العشر المبشرين بالجنة يسعى عن الأويس ويسأل عن الأويس بن عامر حتى يستغفر له. حتى ليه وصل الأويس الكلام ده؟ ببره بأمه، ببره بأمه، بر بأمه. خلى النبي صلى الله عليه وسلم أفضل ما خلق على الله على الإطلاق يخبر عن الأويس بن عامر، يخبر عنه ويقول: إن استطعت أن يستغفر لك فافعل، فإن له أم هو بر بها، لو أقسم على الله لأبره. يظل سيدنا عمر بن الخطاب يسأل في أمداد أهل اليمن في عهد النبي صلى الله عليه وسلم:
وفي عهد أبي بكر الصديق رضي الله عنه، وفي عهد أمير المؤمنين عمر بن الخطاب في إحدى السنوات يأتي أويس بن عامر في إمداد أهل اليمن، في الناس اللي جاءت حج بيت الله الحرام، فيقول له: أأنت أويس؟ قال: أنا أويس. قال: أكان بك مرض قال: أكان بك برص فشفاك الله إلا موضع درهم؟ قال: نعم. قال: لك أم أنت بار بها؟ قال: نعم. قال: لم كل ذلك يا أمير المؤمنين؟ قال: أخبرني المعصوم صلى الله عليه وسلم أنه سيأتي في إمداد أهل اليمن أويس بن عامر كان به برص فشفاه الله إلا موضع درهم، له أم هو بار بها، لو أقسم على الله لأبره. وأخبرني صلى الله عليه وسلم: إن استطعت أن يستغفر لك فافعل، فاستغفر لي فاستغفر له. ثم سأله عمر بن الخطاب رضي الله عنه وقال: أين تسكن؟ قال: في الكوفة. قال: إذن أكتب إلى حاكم الكوفة؟ قال: لا، ولكن أحب أن أكون في وسط الناس. ثم يأتي في العام التالي ويسأل عنه أمير المؤمنين عمر بن الخطاب فلا يجده، فيسأل في أمداد أهل اليمن عن حاله، فيخبرونه عن حال أويس بن عامر. ثم يذهب الرجال الذي أخبرهم عمر بن الخطاب بحديث النبي صلى الله عليه وسلم يعودون إلى اليمن ويسألون الأويس أن يستغفر لهم، فلما فطن الأويس أن الناس قد عرفوا أمره فذهب وتولى على وجهه فلا يعرف عنه أحد، ما بقاش حد عارفه خالص. كيف بلغ أويس بن عامر هذه المنزلة بأن المعصوم صلى الله عليه وسلم يقول لعمر: وعمر وما أدراكم ما عمر الذي نزل القرآن موافقا لعمر. عمر بن الخطاب رضي الله عنه من أفضل صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، يجتهد ساعيا بأن يستغفر له رجل هو بار بأمه. يقول المعصوم صلى الله عليه وسلم: أي الأعمال خير؟ قال: الصلاة لوقتها، ثم بر الوالدين، ثم الجهاد في سبيل الله. أقول ما تسمعون وأستغفر الله العظيم لي ولكم، ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة. ترتيب: ونتوب إلى الله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. يقول المولى تبارك وتعالى في الحديث القدسي: يا ابن آدم إنك إن دعوتني ورجوتني. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي يرويه عن ربه، حديث قدسي، يقول المولى تبارك وتعالى: يا ابن آدم إنك إن دعوتني ورجوتني غفرت لك ما كان منك ولا أبالي. يا ابن آدم إنك إن دعوتني ورجوتني غفرت لك ما كان منك ولا أبالي. يا ابن آدم إن بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك ما كان منك ولا أبالي. يا ابن آدم لو أتيتني بقراب الأرض خطايا، قد الأرض، قد ما ملء الأرض خطايا، لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم أتيتني لا تشرك بي شيئا غفرت لك ما كان منك ولا أبالي. ونشهد أن محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه. نشهد أنه قد بلغ الرسالة وأدى الأمانة وجاهد في سبيل دينه وربه حتى أتاه اليقين. فاللهم صل وسلم وبارك عليه في الأولين وفي الآخرين وفي النبيين وفي الصالحين وإلى أن نلقى الله تبارك وتعالى إلى يوم الدين. يقول المعصوم صلى الله عليه وسلم: إن في كل ليلة جمعة ويوم الجمعة ملائكة خلقوا من نور، ملائكة خلقوا من نور بأيديهم أقلام من ذهب وقراطيس من نور يكتبون كل من يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. وصعد النبي صلى الله عليه وسلم المنبر، وكان 3 درجات منبر النبي صلى الله عليه وسلم، فقال صلى الله عليه وسلم: اعترضني أخي جبريل
فقال يا محمد صلى الله عليه وسلم خسر الدنيا والآخرة من أدركه رمضان ولم يغفر له، فقل آمين. فقال صلى الله عليه وسلم آمين. ثم اعترضني في الثانية وقال يا محمد خسر الدنيا والآخرة من أدرك والداه عند الكبر ولم يدخلاه الجنة، فقل آمين. فقلت آمين. ثم قال يا محمد خسر الدنيا والآخرة من ذكرت عنده ولم يصلي عليه، فقل آمين. فقال صلى الله عليه وسلم آمين. يقول المعصوم صلى الله عليه وسلم كان في من كان قبلكم رجل عابد يدعى جريج. ويقول المعصوم صلى الله عليه وسلم تكلم في المهد ثلاث عيسى بن مريم عليه السلام وطفل جريج. عيسى بن مريم عليه السلام وطفل جريج، الحديث اللي بين ايدنا هنتكلم فيه، وطفل جريج وطفل الأخدود، ثلاثة اتكلموا في المهد وهم أطفال صغار. عيسى بن مريم عليه السلام، طفل جريج، وطفل الأخدود لما أمه جت عاوزة ترتد عن الإيمان بالله سبحانه وتعالى، فأنطق الله الطفل وقال اثبتي يا أماه فإنك على الحق، فألقت بنفسها وطفلها في الأخدود. ثلاثة اتكلموا في المهد، منهم طفل جريج. يقول النبي صلى الله عليه وسلم كان في من كان قبلكم عابد يدعى جريج، عابد لله من بني إسرائيل، قاعد في صومعته عابد لله. شوف من شدة العبادة بتاعته لله انه يسقط عيل طفل بيرضع في بطنه كده ويقول له من زنى بأمك فيقول راعي غنم. شوف عبادة الراجل ده ايه. اتخيل حديث النبي صلى الله عليه وسلم والحديث في أعلى درجات الصحة في البخاري ومسلم، وفي أعلى درجات صحة بإسناد صحيح. يقول النبي صلى الله عليه وسلم يسقط جريج الطفل في بطنه ويقول بحق الذي خلقك من عدم من الذي زنى بأمك، فيقول راعي الغنم. اسمع وصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. هنقول الحديث في عجالة علشان ننهي. يقول النبي صلى الله عليه وسلم كان في من كان قبلكم رجل يدعى جريج من بني إسرائيل عابدا زاهدا لله في صومعته، فتأتيه أمه، تجي الأم وتندى عليها جريج فيكون ساجدا لله، فيقول يا رب أمي أم صلاتي، أسيب صلاتي وارد على أمي، ولا أواصل صلاتي وأسيب أمي؟ فعقله يهديه على أنه هو يواصل صلاته وما يلبيش من أمه، فيصلي جريج. ثم بعد ما يفرغ من صلاته يخرج فيجد أمه كذابة، ثم تأتيه باليوم التالي وتنادي عليه يا جريج فيكون ساجدا لله. هذه آيات أخبر عنها المعصوم صلى الله عليه وسلم حتى تعلم الأمة أن من له أم فليلزم رجلها فسموا الجنة، كما أخبر المعصوم صلى الله عليه وسلم بأن الجنة تحت أقدام الأمهات. ولما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن عمل يدخل الرجل الجنة قال الزم رجل أمك فسموا الجنة، خليك تحت رجل أمك فسم الجنة. ولما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن أعظم الحقوق على الرجال قال أمه أعظم حق على أي راجل خلق ربنا، سواء كان صغير سواء كان كبير سواء كان وزير سواء كان غفير، أيا كان ذكر خلقه الله، فأعظم حق عليه هو حق أمه بعد حق الله تبارك وتعالى. وأعظم وما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن أعظم الحقوق على المرأة فقال النبي صلى الله عليه وسلم زوجها. يبقى ربنا ما ظلمش حد، انت عليك اعظم حق لامك ولك اعظم حق اللي على زوجتك. الزوجه برضه ربنا ما ظلمهاش، عليها اعظم حق لجوزها ولها اعظم حق على ابنها. يقول النبي صلى الله عليه وسلم كان في من كان قبلكم رجل يدعى جريج عابدا زاهدا لله تبارك وتعالى، اجتمع عليه أناس أن يوقعوه في الفتنة، فأتت إليه باغية زانية أعاذني وأعاذكم الله من الزنا. يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعة حتى يرفع العلم ويظهر الجهل، حتى يرفع العلم
ويظهر الجهل وينتشر الزنا النبي صلى الله عليه وسلم وينتشر الزنا ويؤكل الربا. فلا تظلمن نفسك ولا ترى ما حرم الله عليك أن ترى. لا تنظر بعينك إلى ما حرم الله، لا تنظر بعينك إلى ما حرم الله. أخبر المولى تبارك وتعالى في طه وقال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولا تمدن عينيك. يا راجل انت بتبص بعينك ما ممكن يخرقها لك ما تشوفش، يا راجل ما ممكن تعمى ما تشوفش، ما هو سايبها لك تشوف بها ما تستخدمها في الطاعة بدل ما تستخدمها في المعصية وما يغضب الله. النبي صلى الله عليه وسلم المولى تبارك وتعالى يقول في طه بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا. ما تبصش بعينك إلى ما حرم الله شيء، ما تبصش بعينك إلى ما يغضب الله شيء. اترك النظر لله سبحانه وتعالى حتى يبدلك الله كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم حلاوة تحسها في قلبك. هو أنت مفكر أنت مش هتموت؟ أنت هتموت والموضوع لا يتسع له المجال. وإن شاء الله رب العالمين إن قدر الله لي ولكم البقاء في هذه الدنيا سأواصل في حديث نراج لأن الوقت لا يتسع. ولكن أخي الكريم اعلم بأنك ستعرض على الله وستقف بين يدي الله وسيسألك على الفتيل والقطمير ويسألك عن كل شيء. أخبر صلى الله عليه وسلم بأنه لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه. الحاجة الوحيدة مالك جبته منين وديته فين؟ شبابك عملته فيه. ما تضيعوش في معصية الله سبحانه وتعالى، ما تضيعوش في اللي يغضب ربنا سبحانه وتعالى، بل اجتمعوا على الطاعة، تعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. ويقول ابن عباس وعلي بن أبي طالب ثلاثة في القرآن لا تقبل إحداهما بدون قرينتها. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. يقيم صلاة ما يأتيش زكاة ما تقبلش منه صلاة، يأتي زكاة ما يكونش صلاة ما تقبلش منه زكاة. وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واحدة. والثانية وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول، طاعة الله وطاعة الرسول. ما ينفعش طاعة بدون طاعة، ما ينفعش طاعة لله بدون طاعة الرسول، ما ينفعش طاعة للرسول بدون طاعة لله سبحانه وتعالى. والثالثة وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. اعلم ان انت هتقف بالايد ربنا سبحانه وتعالى. المولى تبارك وتعالى يقول النبي صلى الله عليه وسلم دعك النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم بين صحابته فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم لما لا تسألوني لماذا أضحك؟ فقالوا الله ورسوله أعلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أضحك لمجادلة العبد لربه. أنا بضحك على مجادلة العبد لربنا سبحانه وتعالى. طيب إزاي العبد قادر ربنا يوم القيامة؟ المولى تبارك وتعالى يقول له يا عبدي ألم تفعل كذا وكذا يوم كذا؟ فيقول نعم يا رب. فيقول العبد لربه يا رب ألم تجرني من الظلم؟ أنت ما ظلمتنيش يا رب، مش أنت ما ظلمتنيش؟ فيقول المولى تبارك وتعالى بلى. فيقول العبد إذا لا أجيز شاهدا إلا بالنفس يا رب، أنا عاوز اللي يشهد عليا بالنفس. فيختم الله على فمه. اسمع وصلي عشان ننتهي وتعرف ان مفيش حاجه هتضيع. تبص وانت لوحدك، تبص وانت مش لوحدك، تعصي وانت في الدار، تعصي وانت ما انتش متداري. اعمل اللي انت عايزه، افعل ما شئت كما تدين تدان، واعلم ان الله هو الديان لا يموت. فيختم الله على فمه ثم ينصف جوارحه فتشهد يده وتشهد عينه وتشهد اذنه وتشهد رجله وتشهد جلوده بما كانوا يفعلون. ثم يخلي الله بينه وبين الكلام مرة ثانية. فيقول العبد سحقا، يقول العبد لجوارحه سحقا. اهو ايدك ورجلك وكل جسمك كل حق. اما تقعد تتزين وتعمل ان الله طيب لا يقبل الا طيب، ان الله جميل يحب الجمال. ولكن تزين وتطهر والبس واعمل كل حاجة من منطلق الطاعة لله سبحانه وتعالى، من منطلق تتزين وتعمل على أساس تبقى رياء وانفاق، هتبقى عليك حسرة وندامة، هتشهد جوارحك، هتفضحك،
على رؤوس الخلائق، بل على 70 أمة يوم القيامة. فاعلم أن يدك ستشهد عليك، ورجلك هتشهد عليك، وإيدك هتشهد عليك، جلدك هيشهد عليك. فاتقوا الله، فاتقوا الله ويعلمكم الله، اتقوا الله ويحذركم. يقول المولى في آل عمران: اتقوا الله ويحذركم الله. ايه ده؟ اتقوا الله ويحذركم الله. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما، قرآن يا جماعة. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله ان الله عليم خبير. ووصى الله المؤمنين بما وصى به المرسلين، فقال: يا ايها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا، كلوا واعملوا صالحا. وقال: يا ايها الذين امنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله ان كنتم اياه تعبدون. ما خلق الله الخلائق الا ليعبدوه، وما خلق الله العباد الا للتقوى. فقال عز من قائل: وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، ما اريد منهم من رزق وما اريد ان يطعمون، ان الله هو الرزاق ذو القوة المتين. وقال عز من قائل: يا ايها الناس، هناك قلنا وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، هنا يا ايها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. هناك يقول وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، هناك عباد. الغرض من الخلق الايه؟ العباد. شوف الغرض من العباده ايه في الايه الثانيه: يا ايها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم ليه؟ لعلكم تتقون. اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا واشف امراضنا وارحم ضعفنا وتولى امرنا واكبر كسرنا وبلغنا فيما يرضيك امالنا. اللهم اغفر لنا الذنوب التي تنزل بها البلاء، واغفر لنا الذنوب التي تحجب بها استجابة الدعاء، واغفر لنا الذنوب التي تقلل بها الارزاق. اللهم اغفر لنا الذنوب التي تولي بها شرارنا امورنا يا ارحم الراحمين. اللهم ول امورنا خيارنا ولا تولي امورنا شرارنا برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم ارزقنا رضاك والجنه ونجنا من سخطك والنار. اللهم اغفر لنا ولآبائنا، واغفر لنا ولأمهاتنا، واغفر لنا ولأزواجنا، واغفر لنا ولذرياتنا، واغفر لنا ولإخواننا، واغفر لنا ولأخواتنا، واغفر لنا وللإسلام والمسلمين. اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين. اللهم ذل الشرك والمشركين. اللهم ارفع راية الإسلام خفاقة إلى يوم الدين برحمتك يا أرحم الراحمين، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين. اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين. اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم ارحم أمواتنا وأموات المسلمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيد الأولين والآخرين سيدنا محمد عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. وقوموا إلى صلاتكم يرحمني ويرحمكم الله.